صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت اللي انتوا بتسمعوني فيه. أهلا بيكم في ابيسود جديدة من randomly by me your host هبة طه. الابيسود النهاردة مختلفة شوية عشان لأول مرة في randomly ما بقاش لوحدي ويبقى معايا ضيف. وضيفي النهاردة غير ان هو نجاحه وتجربته والإنجازات اللي محققها كدكتور أطفال ملهمين لينا كلنا، لكن هو كمان شخص الكلام معاه ملهم جدا. فمعانا النهاردة دكتور محمد عزت. أهلا بيك يا دكتور. ازيك يا ايوه، عامله ايه؟ اهلا بيكي. أنا مبسوطة جدا انك معانا النهاردة. ربنا يخليكي. اكيد انا مبسوط اكتر. يعني ده اول انترفيو اعمله او اول بودكاست كونفرزيشن اعملها. يعني excited جدا ليها، يعني حابب ان احنا نشير الانسايتس اللي احنا ممكن بنتعرض لها في الطريق بتاعنا لان ده بيرفلكت علينا اولا وبيفيدنا ثانيا بيوصل معلومة او بيوصل حاجة ممكن تفيد حد غيرنا، يعني فدي دايما حاجة كويسة ان احنا نعملها، وهي كمان interesting يعني، و excited ان احنا نعمل الحاجة دي technically كمان بتبقى موضوع لذيذ يعني. انا كمان مبسوطه انك معانا النهارده ومتحمسه للكلام اللي احنا هنتكلم فيه عموما. في البدايه انا عارفه انك اتخرجت في 2019 مظبوط. وحاليا في مستشفى كينجز في لندن، تمام؟ مظبوط. ايه بقى الستبس او الحاجات اللي عملتها في الفتره دي كلها من وقت التخرج لغايه دلوقتي؟ طيب، هو briefly كده انا خلصت زي ما انتي قلتي في 2019. قعدت شهر في الجامعة نايب كارديو ثوراسيك، وبعد كده سبت الجامعة. جربت الصحة ما نفعتش. شفتين بالظبط، وبعد كده دخلت سنتر مجدي يعقوب. كنت في رعاية القلب بيدياتريك كاردياك اي سي يو. قعدت هناك سنتين تقريبا، في خلالهم امتحنت او اي تي وامتحنت بلاب 1 وبلاب 2. وبدأت أول ستيب في الام ار سي بي سي اتش زمالة الأطفال البريطانية. وبعد كده توفقت إن أنا أجي لندن، كينجز كوليدج هوسبيتال، على pediatric registrar. أم، فيعني هو ده سمبلي التايم لاين بتاعي من ساعة ما اتخرجت، ما كانش فيه أحداث تانية يعني. طيب انا في الاول حابه انوه على حاجه، احنا الحلقه دي مش معموله عشان نخلي حد يختار حاجه على حاجه او كده، لكن هي معموله اكتر عشان توسع مداركنا، او زي ما حضرتك قلت في الاول ان احنا نخليها حاجه يمكن تخلينا نشوف الدنيا بصوره اوضح او تسهل علينا الاختيارات عموما. فانا هبدا من احساسي دلوقتي من بعد ما خلصت سنه ستة، انا وكتير قوي من زمايلنا، واحنا عندنا احساس كده بالتوهان شوية، واللي هو احنا مش عارفين هنختار ايه، ناخد نيابات ولا صحة، ولا نختار بناء على ايه، ولو اخدنا نيابة اصلا ايه ايه الحاجات اللي احطها في عين الاعتبار وانا بختار النيابة او التخصص بتاعي اللي انا هكمل فيه، كل الحاجات دي. مظبوط. بصي، هو أولا الموضوع طبعا محتاج active effort. بمعنى ايه؟ بمعنى انه هو باي ديفولت كل الناس بتتخرج، صح؟ اكيد تمام. يعني الناس بتبذل مجهود عشان انها تذاكر عشان تتخرج، بس في النهاية كل الناس بتتخرج. آم، بعد التخرج، سواء نيابة سواء صحة سواء سفر سواء وات ايفر، في الأغلب اللي بيحصل إن احنا بنمشي على حسب التيار، أو على حسب ال الكومن اللي حاصل حوالينا، وعلى حسب حاجات قد تكون مش connected قوي deeply لينا احنا كأشخاص، بالقدر أو بقدر ما بيكون الخطوات دي مثلا مبنية على عوامل خارجية بره. ودي طبعا اول نقطة يعني حابب ان انا اتكلم فيها، ان احنا لازم نرفلكت ولازم نشوف احنا آم، عايزين ايه واحنا شايفين نفسنا فين. لان مش كل طريق زي التاني، ومش كل حد زي التاني كمان، فمش مش معنى انه فلان او اللي حواليا او صحابي او whoever حواليا يعني عمل طريق معين او مشي في طريق معين او شايف طريق معين، معنى كده ان انا كمان يعني بالتبعية محتاج امشي في نفس الطريق او اعمل نفس الحاجة. طبعا جزء كبير من اللي بيخلينا نعمل كده هو ان احنا نحس بالامان، او ان احنا نحس بان احنا مش لوحدنا. ودي يعني ده شعور طبيعي، شعور كلنا يعني بنحتاجه، وبيخلينا وبناخد بناء عليه قرارات كتير في حياتنا، ويمكن كمان behaviors و actions. while بعد فترة ممكن وبيحصل كتير ان احنا نرجع نسأل نفسنا، هل الخطوة دي كانت صح؟ هل الخطوة دي
انا فعلا كنت عايزها. طب انا لو كنت عارف ده، لو كنت عارف ده، كان هيبقى ايه الوضع؟ هل خطواتي كانت هتختلف ولا لا؟ طبعا بالتاكيد كلنا مرينا بده. عشان كده ضروري جدا في الفتره دي تحديدا، لانها فتره يعني عارفه خلاص هي ايه، أم، مفترق طرق، تمام، نقطة مختلفة في حياتنا بنقف عندها وبنفكر وبناخد قرار بيودينا في اتجاه مختلف عن أي حاجة تاني يعني. وبتحدد كتير قوي من اللي جاي في حياتنا. علشان كده محتاج نقف في اللقطة دي ونفكر ونشوف نفسنا احنا يعني شايفين نفسنا ازاي وشايفين نفسنا فين، وندرس كل الاوبشنز اللي حوالينا، ونحاول شوية نايزوليت نفسنا عن اللي حوالينا. طبعا بده اقصد ان احنا واحد مهم ان احنا نسأل كويس كل اللي نعرفه، او بس كل اللي نعرفه ونعرف ان هو اهل ثقة في السؤال، يعني حد انا عارف ان هو هيديني معلومة كويسة. وهنا ما اقصدش رأي، اقصد facts، مش personal opinion. والفرق ما بينهم انه فور اكزامبل لو جيتي سالتيني عن السفر مثلا، انا مش مطلوب مني ان انا اقول لك رايي انا الشخصي ايه في السفر، هو حلو ولا وحش، اوكي؟ بس مطلوب مني اقول لك السفر ده عباره عن ايه، ايه الفاكتس اللي في السفر. محتاجه تذاكري واحد، محتاجه تذاكري اتنين، محتاجه تابلاي بالطريقه الفلانيه، الابلكيشن شكلها كده، الحياه في انجلترا شكلها كده، فاكتس مش اوبينيون، اوكي؟ فانتي او اي حد محتاج ان هو يجمع فاكتس as much as possible عن كل حاجة حواليه، ماشي؟ ده ليه علاقة مم. بالتخصص، بالطريق، بكل الحاجات اللي احنا بنبني عليها قرار، اوكي؟ الفاكتس دي مش هنقدر نجمعها كلها يعني لوحدنا، محتاجين ناس حوالينا يساعدونا وناس يكونوا اهل ثقة. فضروري ان احنا نتكلم مع الناس دي علشان نقدر نجمع المعلومات دي. هنا بقى ننتقل لنقطة تانية بقى، هي حتة ان انا ابتدي انالايز انا نفسي واشوف انا زي ما اتفقنا كده، انا ايه يعني الحاجات الدرايفز بتاعتي في الحياة عموما، وايه اللي انا شايف نفسي عايز اوصل له في خلال الفترة اللي جاية في الحياة. مستقبلي انا شايفه عامل ازاي. طبعا ستيل الواحد مش بيبقى عنده كلير فيو عن كل حاجة، وعمر ما هتحصل ان الواحد يقدر يتصور الطريق بتاعه، فاهمة ازاي، from zero to اه، whatever يعني، very clearly. احنا اصلا كل شوية بنغير وجهة نظرنا يعني. بالظبط بالظبط. وده جزء من الموضوع، فاحنا مش محتاجين نسيك perfectionism لان ده مش هيحصل كده كده. ولكن ضروري جدا يبقى عندي تصور لنفسي في المستقبل، انا عايز ابقى ايه، عايز اشوف نفسي فين، اوكي؟ وهنا برضو ما اقصدش تايتل، اقصد يعني حالة كاملة، تمام؟ اقصد كل حاجة حواليا انا عايز انا نفسي financially socially emotionally mentally physically ابقى عامل ازاي، اوكي؟ وبناء عليه ابتدي خلاص انا دلوقتي خدت facts من الناس اللي حواليا عن الاوبشنز اللي موجودة، ماشي؟ وبدات اعمل analysis لنفسي. طبعا خطوة الاناليسيس دي حاجة long lasting، اوكي؟ مش حاجة بتحصل في يوم وبتخلص في ليلة ولا لا، وبتبتدي في اي وقت. وضروري ان انا احط active effort. كل مدى هعرف اكتر، كل مدى هكون شيب او تصور عن الحاجة زي ما قلنا اللي انا عايز اسعى ليها او عايز اوصل لها بصورة اوضح مع الوقت. بعد ما اعمل الاناليسيس ده يبقى عندي الفاكتس دي، هبتدي اعمل prioritization للاوبشنز اللي حواليا، اوكي؟ accordingly للكاركتر بقى اناليسيس بتاعتي، واحطهم في اولويات. انا دلوقتي واحد عايز اعمل او according لنفسي للصورة اللي انا متصورها لنفسي والمستقبل بتاعي. انا عايز واحد، بعد كده اتنين، بعد كده تلاتة، بعد كده اربعة according لنفسي، وبناء على المعطيات اللي انا خدتها من الناس اللي حواليا. هنا بقى ببتدي امشي في كل او بمشي في الطريق على حسب البريوريتيز بتاعتي. يعني واحد ده هو ده البريوريتي بتاعي. بس برضو ستيل زي ما اتفقنا ما بتبقاش كل حاجة واضحة، واغلب الطرق يعني مش بتكوني صورة قوية كفاية عنها غير لما تاخدي خطوات فعلية وتبتدي تمشي فيها. فانت بتبتدي تمشي بناء على مم. البريوريتيز بتاعتك. حلو. كل ما ده كل ما بيظهر لك اكتر معطيات زيادة، بناء عليها يا اما بتكملي مم. في الطريق يا اما بتدركي ان الطريق ده مش هو ده الطريق المناسب، او لسبب ما مش هينفع، فتبتدي تعملي شيفت على البريوريتي اللي بعدها، وتعملي مم. بقى ستيرنج او توجيه لل للاكشنز بتاعتك وللطريق اللي انت ماشيه فيه according لده، according process. فانت في البدايه to sum it up بتاخدي قرار، القرار ده بيبقى independent
اوكي، يعني انتي بتاخديه بناء على نفسك مش على رأي اللي حواليكي او الصورة المجتمعية اللي احنا عايشين فيها. بنكونسيدر كل حاجة، اوكي، بس في الاخر القرار بيبقى سيلف دريفن، ما بيبقاش المفروض ما يبقاش بايزد باللي حواليكي. اوكي، ده بناء على ايه او بيتعمل ازاي؟ زي ما اتفقنا حاجتين. اول حاجه الكاركتر اناليسيس بتاعي اللي انا بعمله during من اول ما عادي، من وانا في مدرسه فور اكزامبل، وانا في الكليه، whenever، ماشي. وده مور ان انا احط فيه effort the better it gets، ماشي. وايه، وهيبقى الفيجن او التصور اللي عندي هيبقى even clearer وclearer واوضح واقوى ومور solid بالنسبه لي في دماغي، فاقدر اخد عليه قرارات. فدي واحد. اتنين، ان انا اجمع فاكتس او معطيات من الناس اللي حواليا، من الريسيرش اللي ممكن اعمله على جوجل او على وات ايفر يعني، تمام، وابتدي ادور ايه الاوبشنز اصلا اللي عندي بروفايدد ان انا مثلا متخرج من جامعه اكس، واجمع بقى فاكتس وديتيلز عن كل طريق. عرفت الحاجتين دول، هنا بقى ببتدي اخد القرار. الحاجه التالتة بقى او الرابعه، القرار مش هيبقى قرار نهائي، لان زي ما اتفقنا during او midway الطريق هيبقى فيه تغيرات وهيبقى فيه معطيات جديدة بتظهر، فهحتاج اعمل modifications بطريقة معينة علشان اقدر ابقى بتقدم مش بلف حوالين نفسي. اوكي، فانا محتاج ان انا accept الحتة دي. اوكي، accept ان مفيش حاجة perfect، وان انا هحتاج اعدل بناء على الفاكتس او المعطيات اللي هتظهر لي في الطريق. انا حسيت الكلام اللي انت بتقوله ده قوي لما قلت ان انا اخدت شهر واحد في نيابة كارديو ثوركس، وبعد كده كملت صحة ما نفعش، وبعد كده بقيت في السنتر. فاللي هو حاسة انها اصلا قرار ما كانش سهل، انك تسيب نيابة مش بيبقى حاجة سهلة اعتقد. واحتاج كده ان فعلا حد يبقى عارف الحاجة اللي هو عايزها او المناسبة ليه اكتر، مش الحاجة اللي الناس بتقول لنا حوالينا ايه هي الاحسن يعني. بالظبط. ويعني على الكلام ده، هو انا من وانا في سنة 5 مثلا كان التصور اللي انا بقولك عليه ده ابتدى يتكون خلاص، وكنت شايف ان انا مثلا عايز اروح المكان الفلاني، او اسافر الحتة الفلانية، او اعمل الحاجة الفلانية. لما بدأت كارديو ثوراسيك في النيابة ما كانش ده الحاجة الأخيرة، بس ده كان جزء من زي ما قلت لك حتة البريوريتايزيشن. فكنت خدت الخطوة وجربت وابتديت اشوف، وبناء عليه عملت ايه موديفيكيشن على اساس اوكي. المعطيات الجديده. هي ما كانتش جديده قوي، بس يعني اللي هي ايه، يعني ان انا شفت الوضع والانفايرمنت عامل ازاي في الجامعه، وهل انا عايز اكمل كده ولا لا. لقيت الموضوع مش مناسب ليا، خدت اكشن تاني. هو ده بقى صورة، هو ده الموديفيكيشن اللي بحكي لك عليه. الاكشن التاني، رحت الصحه. عم بعمل ايه في الصحه؟ نفس الموضوع، بتست الفاكتس اللي انا خدتها قبل كده، بشوف المعطيات اللي وصلتني. طبعا هعرف اكمل في الصحه وانا مثلا في السنتر ولا لا؟ الموضوع ما نفعش، عملت ايه موديفيكيشن، سبت الصحه دخلت السنتر، وهكذا. في السنتر يعني وات ايفر بقى الظروف اللي حصلت والابس اند داونز والجيرني كانت عامله ازاي يعني، وكانت قد ايه بالنسبه لي مرحله مهمه جدا في حياتي يعني، انا ممتن جدا ليها. بس بنفس الكونسبت، بتاخدي الاكشن وبعد فتره بيبتدي according الاكشن ده والبيهيفيرز دي بيجيلك معطيات جديده وبيجيلك فاكتس جديده في الطريق. محتاجه طبعا في حاجه يعني سهل انها تحصل في الوضع ده، لما تاخدي اكشن وتبتدي تمشي فيه شويه، بعد كده تظهر لك حاجه جديده ما كنتيش عارفاها او ما كنتيش واخداها في حسابك. سهل جدا 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 يحصل لنا فيكتمايزيشن في الجزء ده. وده معناه ايه؟ ان انا اعيش دور الضحيه برضه. يعني ايه؟ لما بنمشي في طريق احنا عايزينه، او احنا خدنا قرار ان احنا نمشي فيه او عايزين نوصل له، بعد فتره بيجي لنا زي ما قلت لك انبوتس جديده. خلاص، الانبوتس دي بتبقى حاجة يعني كومباينيشن من حاجات كويسه وحاجات وحشه، وده طبيعه اي حاجه وفي اي حته وفي كل حاجه. طبعا نسبتهم تختلف على حسب المكان وعلى حسب الشخص وعلى حسب كل حاجه. اللي بيحصل غالبا او في كتير من الاحيان ان احنا نبتدي نحس انه ايه ده، الحاجات دي انا ما كنتش عامل حسابها ليه، انا كنت فاكر الموضوع مش هيبقى كده، انا كنت فاكر انه انا مش عارف هعمل ايه او هحس ازاي او هبقى فين. اوكي، فابتدي بقى ايه، احس ان انا مش غلط، احس اعيش بقى في دور الضحيه، اللي هو طب لا انا ما كنتش اعرف ده، لا انا مش حابب الوضع ده،
regardless بقى انا فين، فاهم ازاي؟ بغض النظر عن السنتر، بغض النظر عن النيابه، بغض النظر عن اي حاجه يعني. ده بيحصل في اي حته وفي اي مكان regardless regardless اي حاجه. بس زي ما قلت لك نسبه الحاجات الكويسه versus الحاجات الوحشه بتختلف على اختلاف كل الفاكتورز اللي حوالينا. اللقطه دي زي ما اتفقنا كده هي سهل ان احنا ايه نقع فيها جدا، بس مهم جدا 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 نتعامل معاها، لان هي limiting line ممكن يبقى يعني في حياه اي حد، وبتبقى زي مم. الفيرشوس سيركل كده ودايره مفرغه، انه الواحد لما بيدخل فيها ممكن معرفش يطلع، يفضل يلف حوالين نفسه، اللي هو يفضل قاعد في اللقطه دي شويه ويبتدي يحط كل امله على انه يحصل حاجه بره ايديه تحسن الوضع regardless، فيبتدي يشتكي من زمايله، يبتدي يشتكي من شكل الدراسه، يبتدي يشتكي من whatever، اي حاجه ممكن مم. تكون قابله للشكوى يبتدي يشتكي منها. ده بيأثر علينا جدا، لانه ده بيأثر على البيهيفير بتاعنا. يعني دي ايموشنز اوكي، كلنا هنحس بيها مم. كده كده، بس لو احنا ما عملناش اكتف، لو ما بقاش عندنا awareness ليها اولا، وخدنا اكشنز تجاهها، فهي هتأثر على البيهيفير بتاعنا بطريقة سلبية. هتأثر ازاي؟ عن طريق انها هتخلينا ما ناخدش خطوات لان احنا نعمل موديفيكيشن اللي حكيت لك عليه. لكن لو انا مم. لو بصيت للموضوع من منظور تاني، و... وخدت responsibility لكل اللي بيحصل حواليا، فهبقى يعني هقلل شويه فكره انه والله انا متضايق عشان فلان اللي حواليا مش عارف يعملني ازاي، ولا عشان انا كنت مفكر الوضع بالصوره الفلانيه وطلع بالصوره دي، فاهم ازاي؟ لا، لو مم. انا ما بصيتش، او لو انا كنت اوير لموضوع الفيكتمايزيشن ده وبدات اخد اكشنز مور لوجيك تجاهه، هعرف ساعتها اشوف اوكي ماشي انا دلوقتي في المكان ده، والفاكتس او الانبوتس او المعطيات اللي حواليا واحد اتنين وتلاته. طيب ريبرايورتايز الاولويات بتاعتي، خلاص ارتبها تاني، واشوف انا الانبوتس دي فرقت معايا في ايه في الديسيجن ميكنج. طب هل انا هكمل في المكان ده؟ هل انا محتاج اعمل حاجه معينه في المكان ده، ولا هل انا محتاج امشي اصلا واتحرك في اتجاه تاني؟ بناء على مم. طبعا الاوبشنز مش في اغلب الاوقات بتبقى كتير، ومش في كل الاوقات بنعرف نعمل كل حاجه نفسنا فيها او كل حاجه ممكن نكون عايزينها. فعشان كده ضروري نبقى دارسين كل الاوبشنز المتاحه لينا في الوقت ده من الزمن، وبناء مم. عليه نروح واخدين قرار تاني، نعمل موديفيكيشن تاني، ناخد اكشنز تانية، ونتجه في اتجاه معين وات ايفر هو شكله عامل ازاي. وده طبعا لان ده بيهيفير، فده الحل الوحيد والعلاج الوحيد ان احنا ما نحسش بمشكله ان احنا ايه دور الضحيه، او ان انا مغلوب على امري، او ان الظروف ضدي، او ان مشاكلي بسبب اللي حواليا مش بسببي. طبعا مفيش حاجه اسمها كده، او في الاغلب مشاكل كل بني ادم بسببه يعني. بس ايوه فعلا. يا هو كلامك ده مهم جدا بالنسبة لي، عشان مؤخرا بقيت حاسة انه اي حد واصل لاي حاجة في حياته هو نفسه فيها او ناجح يعني بمفهومه يعني، او محقق حاجة هو نفسه فيها، بيبقى شخص مسؤول ما عندوش فكرة الفيكتيم منتاليتي دي. هو ماسك الليد بتاع حياته. هو انا عارفة ان احنا كده كده ممكن تحصل لنا حاجات في حياتنا عادي بطبيعة الحياة، يعني ممكن تكون مش لطيفة، اقدار. بس الفكرة ان احنا مسؤولين عن ردة افعالنا او تصرفاتنا او ازاي بنتعامل اصلا مع الموضوع ده. بالظبط. فحتة الفيكتيم منتاليتي دي مهمة جدا فعلا. طيب، ايه بقى الحاجات اللي خلتك تسيب النيابة، وبعد كده الحاجات اللي خلتك يعني تسيب الصحة؟ عشان انا شايفة ان السويتش حصل بسرعة، يعني انت اخدت شهر واحد بس في الكارديو ثوراسيك، وبعد كده الصحة مش عارفة قعدت فيها قد ايه. يومين. حاسه برضو فكره ان السرعه دي اصلا بقى يعني، حاسه كمان ان فكره السرعه دي مهمه، او ان انت لما تدرك الحاجه تاخد ستيب عشان ما تتعطلش او ما تتاخرش قوي. اوكي. اجابه السؤال ده وانا كنت عارف انا عايز ايه، بس وما كنتش خايف. ان انا طبعا كنت خايف، بس اقصد الخوف ما منعنيش ان انا اخد الاكشن، ان انا امشي ورا الحاجه اللي انا يعني قررت ان انا امشي فيها، او قررت ان انا عايز امشي فيها. حلو. فلما دخلت قبل ما ابتدي النيابه انا كنت عارف ان انا مش عايز اكمل في النيابه. طب مم. ليه بدات؟ علشان افاليديت الفاكتس دي. يعني ايه؟ يعني اخد اكشن وبناء عليه هيجي لي انبوتس جديده كده كده، من خلال الانبوتس دي هعرف اذا كان اللي كان في دماغي صح ولا غلط. بس اه عشان انا اوكي، بري فهمتك. مايندد بيه، اوكي، يعني قبل ما ابتدي كنت
عارف انه التصور ده او الوضع ده مش ده اللي انا عايز اكمل فيه، واللي عايز اكمل فيه هو بصورة تانية، بس ستيل خدت الاكشن علشان افاليديت التصور اللي في دماغي. فطبعا لما ده بيبقى الوضع، مش بتحتاجي وقت كتير عشان تعرفي اذا كان اللي حواليكي ده هو يعني ماتشنج مع اللي في دماغك، ولا في انبوتس جديده ما كنتيش عامله حسابك عليها جدد، فمحتاجه تاخدي قرار مختلف عن اللي انت كنتي واخداه. في الحاله بتاعتي كان هو نفس القرار، فعشان كده ما محتاجتش وقت كتير يعني عشان اعمل السويتش حاسة ده. حاسة ان المفتاح هنا اصلا اللي هو السيلف اويرنس، او ان الشخص يكون عارف نفسه، او عارف هو عايز ايه بالظبط، او كل الحاجات دي عشان تبقى طبعا الدنيا اسهل بالنسبة له يعني. طبعا طبعا. وعشان برضو ما نكونش بنقول كلام فلافي وفي الهوا وملوش معنى. يعني ايه برضو سيلف اويرنس؟ او لان في ناس هتقولي طب انا يعني ايه يعني ما اعرفش، او في ناس مثلا متخيل ان دي حاجه جيفت، يعني الواحد في حد ممكن تبقى عنده وحد ما تبقاش عنده بالحظ او بالصدفه او هو ذكي او وات ايفر. طبعا كل الكلام ده مش حقيقي. السيلف اويرنس دي يعني هي حاجه مش ملموسه، مش تانجبل، اوكي، بس هي سكيل بيتعمل لها براكتس علشان نكتسبها. فالموضوع كله جاي واقف على ايه في الاخر؟ ان احنا نحط اكتف ايفورت فيها. يعني ايه اكتف؟ يعني انا اولا ابقى عارف ان دي مشكله محتاج ان انا اواجهها، وابتدي اشوف ايه الاكشنز اللي ممكن اعملها عشان اواجهها، وابتدي اخد الاكشنز دي. هنا هبتدي اوكي. اكون السيلف اويرنس، واتس ا جيرني. مفيش حد بيبقى مفيش حد 100% سيلف اوير كده كده، اوكي. امم. بس هي the more ان انت تحطي actions towards الحاجه دي the more or the better it will get، زي ما قلنا، و the اوكي. more you will be aware of كل حاجه في حياتك. وزي ما قلنا دي حاجه ما بتحصلش في يوم، ما بتحصلش في ليله. فمش هبقى انا قاعد في الكليه اللي هو مركز في الدراسه، واللي هو في مثلا اول ما اخلص ابتدي افكر. لا، هي ما بتحصلش كده. هي حاجه من day one. whenever بدأنا يعني نفكر عموما في الحاجات دي، محتاج ان انا احط الاكتيف ايفورت ده فيها. طيب ايه بقى الاكشنز؟ يعني عشان برضو ما نبقاش بالظبط. اه. بنتكلم كلام في الهوا. اولا ان انا اتعلم. يعني في سكيلز كتيرة قوي حوالينا، احنا في الاغلب مش بنروح نتعلمها اكتفلي، وبنعتمد في التعليم او في المادة العلمية اللي احنا بناخدها على المدرسة او على الكلية او على whatever المكان اللي بيدينا السورس بتاع العلم اللي احنا مثلا لقينا نفسنا فيه او اخترنا ان احنا نبدأ فيه. بس مش ده التعليم اللي انا اقصده. التعليم اللي انا اقصده السكيلز اللي بتساعدنا في الحياة، بتساعدنا في الداي تو داي اكتيفيتيز، مش المادة العلمية اللي ممكن تكون في الكلية او غيره. زي communication skills، زي التكنيكال سكيلز. دلوقتي التكنولوجي يعني التطور بتاعها سريع قوي، ولو ما قدرناش ان احنا نعمل ده، في ناس انا ما بحبش استخدم او انا ما بعرفش مش عارف استخدم، ده مش صح. ومش بس مش صح، هو كمان بيليمت progress كتير لينا لو قدرنا نعمل ده. فالحاجات دي طبعا مش بس كده، كمان القراية عموما، الثقافة العامة، الهوايات، ممكن الواحد يبراكتس حاجة معينة أو يتعلم حاجة معينة. الحاجات دي بتعمل ايه؟ الحاجات دي بتديفلوب كاركتر عندنا. لأن حد ممكن يقول لي طب مال الكلام ده بالسيلف اويرنس؟ هي فكرة انه the more ان الواحد يبقى exposed يعني ل different fields في حياته، the better طبعا ال awareness بتاعه ما هيكون. لأنه بيتست زي ما بقول لك كده حاجات يونيك جواه، او حاجات مختلفه، حاجات هو مش يوجولي بيعملها تيست في الداي تو داي اكتيفيتيز في الكليه ولا في وات ايفر. فساعتها الحاجات دي لما بتبقى يعني elicited، لما هو يعمل exposure لنفسه عن طريق ان هو يتعلم حاجات جديده، حاجات مختلفه، وحاجات مش الحاجات الكونفنشنال، هنا السيلف اويرنس ده بيزيد. فيبتدي يعرف مع الوقت زي ما اتفقنا يوصل اللي هو بيدور عليه. انا دايما بقول ان هو عقلنا عامل زي ما يكون ارض كده، كل ما تحط فيها بذور كويسة بنفسك بتطرح فعلا. فاللي هو كل ما بذلت مجهود في انك تعرف نفسك اكتر، او تشتغل على المنتال هيلث بتاعتك، او تشتغل على عموما يعني على دماغك وعقلك، كل ما ده فعلا بيفيدك، ده او حقيقي. بيفرق معاك بعدين كتير ده قوي. حقيقي جدا. طيب، ايه بقى الحاجات اللي خلتك اصلا او ساعدتك ان انت
تكتشف ده بدري او تبتدي تشتغل عليه من بدري؟ هل في حاجات او مواقف او حاجات مريت بيها حابب تشيرها معانا كانت مثلا سبب في ان انت تهتم بصحتك النفسية اكتر او تشتغل على المينتاليتي بتاعتك اكتر؟ أه طيب هو انا يعني نشأت في السعودية، ف اتولدت في أسوان، وبعد كده قضيت يعني الفترة اللي هي لحد قبل الكلية في السعودية. ففترة مثلا إعدادي لحد ثانوي قضيتها في مدينة كده معينة في السعودية، مدينة صغيرة شوية. ده كان يعني عمل فرق أو كان سبب في حاجات كتير يعني بعد كده. الفترة دي ما كانتش سهلة شوية أو شويتين، بسبب إنه دي طبعا فترة يعني مراهقة ونشأة، والواحد emotionally و mentally بيبقى فيه instability كتيرة. في نفس الفترة دي أنا مم. كنت في المكان ده تقريبا. يعني مثلا فاكر في المدرسة أنا كنت الأجنبي الوحيد، مش حتى المصري. كل اللي حواليا كانوا مثلا سعوديين، فكنت مم. دايما يعني م... مختلف ولوحدي، وفي ظروف ما كنتش مثلا هكون فيها لو انا كنت في مصر مثلا في نفس التوقيت ده. زي ما قلت لك ما كانش سهل خالص، لان حتى المدينه دي كانت صغيره، فهي كالتشرلي ما كانتش مفتوحه كفايه انها يعني ببساطه ما كانتش زي مصر مثلا، فاهمه؟ فكان مم. في مشاكل كتير في الوقت ده بسبب النقطه دي. وفي الفتره دي زي ما قلت لك كان الثيم ان انا في اغلب الوقت لوحدي، فده فرق معايا كتير بعد كده، لانه زي ما قلت لك هو ما كانش سهل. بعد كده فرق معايا ازاي؟ فرق معايا ان انا يمكن بقيت اوير اكتر باهميه انه الواحد ما يبقاش influenced باللي حواليه. مش معنى كده ان هو مم. يبقى معزول عن العالم او وحيد او لا خالص، بس ما يبقاش influenced وما يتاثرش بالايموشنال instability اللي حواليه، الا ان ده احنا كلنا اوكي. بنواجهه. وفرق اوكي. معايا في حته ازاي زي ما قلت لك ان ده ما يحصلش، حته التاثير بتاع الايموشنال انستابيليتي اللي ممكن يبقى حواليا بسبب إن اصحابي او الناس وطبعا دي مش حاجه وحشه، بس ده طبيعي، دي هو ده احنا يعني. الموضوع مش عيب ومش غلط. وازاي ان الحاجات دي ما تاثرش على البيهيفيرز بتاعتي. اكيد اوكي. هيكون فيها تاثير كده كده، بس اقصد ما يكونش التاثير ده كبير كفايه ان هو يوجه حياتي في اتجاه معين. فاعتقد ان ده يعني اكتر حاجه كانت remarkable حصلت معايا. طيب، لو هناخد بقى طريق السفر، لو حد عايز يسافر، تمام. احنا اتكلمنا في حتة انه الشخص هيختار ازاي اصلا يسافر ولا لأ، وان دي بناء على شخصيته، وان هو ياناليسز الدنيا ويشوف هو المناسب بالنسبة له. بس لو خلاص هو استقر على انه مثلا خلاص هيسافر، ايه المعادلات المتاحة وايه الفرق بين كل واحدة فيهم او مميزات وعيوب كل واحدة فيهم بقى؟ اوكي، طيب ما نرجع خطوه لورا سنه. الموضوع ده فيه حاجتين. اولا انا عايز اسافر ولا لا، فهو اختيار قرار السفر. ثانيا عشان نعرف المعادلات وبتاع، فنبقى محتاجين نعرف ايه انا عايز اسافر فين. ماشي. مهم. وده برضه هيلينك ليه لنفس الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه، السيلف اويرنس والبرايورتيز بتاعتي والاوبشنز اللي موجوده، وان انا ادرس كل اوبشن وارتبهم على حسب اولوياتي، وبعد كده ابتدي امشي اخد قرار. طب قرار السفر، اسافر ولا لا؟ السفر عموما في حاجتين كبار محتاج ابقى اعرفهم. حلو. اولا المشاكل اللي ممكن تقابلني هناك عموما، بغض النظر انا رايح فين. يعني في بعض المشاكل هتقابل اي حد لو سافر regardless هو فين. وفي حاجات تانية طبعا مم. خاصة بالمكان. طب قبل حتة المشاكل، انا محتاج اسافر ولا لا؟ اوكي، القرار ده بيتاخد بناء عليه. زي ما قلت لك انا، او لو انا بفكر في السفر، بفكر في السفر ليه؟ هل انا بفكر فيه علشان تعليم مثلا، ولا عشان لايف ستايل مثلا؟ المكان اللي انا دلوقتي موجود فيه انا مش يعني مش حاسس ان انا حياتي بالصورة اللي انا عايزها او اللي انا حاببها، فانا محتاج اسافر عشان حياتي تبقى بصورة معينة. او financially مثلا، او التلاتة او اتنين من التلاتة او whatever، على حسب مم. كل حد. محتاج بقى ارتب دول بالاهمية. انا ليه مسافر او ليه بفكر في السفر؟ زي ما قلت لك، هل تعليم ولا فلوس ولا لايف ستايل ولا كله ولا whatever. وبناء عليه اشوف الوضع اللي انا فيه، هل الحاجه اللي انا البرايورتي بتاعتي هي مش موجوده في المكان اللي انا فيه. وبناء عليه ابتدي بقى افكر طب ايه الاماكن او ايه الاوبشنز اللي انا ممكن تكون قدامي عشان السفر. خلاص. بالنسبه لي لو هنتكلم بالنسبه لنا، فدلوقتي الطرق اللي هي الكومن طبعا
في exceptions وفي حاجات مش عارف ايه والكلام ده كله، بس هتكلم عن الحاجات اللي ايه اللي اغلب الناس عارفاها كده كده. بس الغرض من كلامي مش ان انا اقول نسافر مكان معين او ما نسافرش اصلا، او الغرض من كلامي ان انا اشير مع الناس ازاي افكر، ازاي اخد decision في وقت زي ده. فاهم ازاي؟ هو ده الغرض اصلا من الحلقة النهاردة بالظبط يعني. كده. طيب، فالاوبشنز اللي قدامنا غالبا يعني حاليا دلوقتي، او اللي هي الكومن باثويز، اولا انجلترا، ثانيا امريكا، بعد كده في كندا، استراليا، وبعد كده في الخليج. انجلترا دلوقتي معادلة البلاب او اللي هي هتبقى يو كام ال اي من 24 2024 versus الزمالات اللي هي الام ار سي بي بطنة، ام ار سي بي سي اتش اطفال وات ايفر، كل الزمالات مم. بتاعت الكليات البريطانية. وده يعني ده تخصص، ده امتحان تخصص زي ماجستير في مصر. انما البلاب او اليو كام لي ده مجرد معادلة. وفي الطريق الثالث لانجلترا هو حاجة اسمها ام تي اي، وده برنامج تدريبي كده معين. مش مطلوب مني ان انا اخلص معادلة او زمالة علشان اجي بريطانيا، محتاج ان انا يبقى عندي بوست جراد سيرتيفيكت في مصر، تمام، اللي هي ماستر يعني او دكتوراه في تخصص معين، وبابلاي بالتخصص ده بعد ما اخلص الاو اي تي او امتحان الانجليش. بعض المستشفيات بتقبله وبعض لا، يعني باثواي تالت. فكده عندك 3 طرق اوكي. بالنسبة لدخول انجلترا. امريكا الطريق الاول والاخير اليو اس ام ال اللي هي المعادله، وبعد كده كندا برضو ليها معادله، استراليا ليها معادله، بس استراليا ممكن لو حد مثلا جاب بريطانيا وقعد فتره ممكن يروح بعد كده استراليا. بالنسبه للخليج، فالخليج محتاج بوست جراد سيرتيفيكت، او في ناس عادي بتسافر الخليج يعني بعد ما تخلص كليه على طول على ممارس عام، وبعد كده وفي ناس يعني بتفضل انها تستنى لحد ما تخلص ماستر، وفي ناس بتحب تستنى لحد ما تخلص مثلا دكتوراه علشان تسافر استشاري. ده سيمبلي الطرق اللي موجودة. لو سيمبلي هايلايت الكي فاكتورز او الكي ديفرنسز ما بين كل واحد والتاني، فمثلا هنقول ان انجلترا اكتر طريق كومون دلوقتي، واكتر او اسهلهم نسبيا. فده واحد. الحاجة التانية مثلا بالنسبة لانجلترا دلوقتي كومون قوي انه الكومبيتيشن ابتدت تزيد شوية، بس ستيل الاحتياج هنا لسه موجود ولسه كبير. فده انجلترا. بالنسبة لأمريكا relatively أصعب طريق، وأكتر طريق مكلف في الفلوس، بس كمان هو أكتر طريق rewarding والمستقبل بتاعه أكتر حاجة solid لو هنتكلم على تعليم مثلا. وكمان financially مم. أكيد برضو الوضع هناك أحسن من بقية الأماكن. بالنسبة لأستراليا وكندا البراكتس بتاع الميديسن فيهم كويس جدا، بس الاحتياج اللي عندهم أقل كتير من إنجلترا، والمعادلات بتاعتهم نسبيا أصعب شوية من إنجلترا. فبيبقى فيه إنه المعادلات أصعب سنة، وكمان الاحتياج عندهم مش عالي قوي، فالopportunities مش زي مش مفتوحة قوي زي إنجلترا. بعد كده نيجي الخليج. سهولته دلوقتي قلت نسبيا عن قبل كده، عن مثلا 5 سنين فاتوا ولا حاجة. دلوقتي برضو بقى في competition أعلى، بقى في requirements أعلى، الناس ما بقتش تروح بنفس الريت بتاع قبل كده. دي حاجة. الحاجة التانية الكومن اللي أغلب الناس عارفاها إنه اللي بيروح غالبا بيبلاتو بسرعة، بيبقى فيه stationary progress يعني مش بيتقدم قوي medically wise أقصد يعني. مم. فدي سيمبلي كده بريفلي الحاجات الايه الفروقات ما بين الطرق دي والكي elements بتاعت كل حاجة فيهم. يعني بالنسبة للطريق لإنجلترا، هو لازم الشخص يمتحن الأول بلاب، وده اللي انت عملته، وبعد كده بتعمل اللي هي الزمالة، مظبوط كده؟ لا عادي. بصي، هو انت انجلترا عشان تشتغل في انجلترا محتاجة حاجتين اتنين. اولا جي ام سي ريجستريشن، دي يعني رخصة مزاولة المهنة. حلو. اتنين، تمام. ان يجيلك جوب اوفر، ان مستشفى تديكي عرض وتقبلك يعني. ازاي بتعمل جي ام سي ريجستريشن؟ ازاي بتطلعي الرخصة دي؟ عن طريق حاجة من ثلاثة. يا اما تمتحني بلاب، او اللي هي مم. هتبقى يو كي ام اللي هي المعادله يعني تخلصيها، يا اما تمتحني اي زماله من الزمالات. مش لازم ده ورا ده ولا ده بعد ده، اوكي. لا، هو ده او ده هيديكي الرخصه. او انك تمشي في طريق الام تي اي اللي قلت لك عليه ده، اللي هو حد معاه مثلا ماستر او دكتوراه في مصر وبيخاطب المستشفيات او يعني ما اعرفش برضو طريق الام تي اي بالظبط، بس ال... مم. المعرفه البسيطه اللي عندي بيه هو كده، انه حد يعني خلاص بيقرر في الطريق ده، بعد كده المستشفى
يعني بتوافق عليه، بعد كده هي اللي بتعمل له سبونسرشيب، فمن خلال المستشفى هو بيقدر يطلع الرخصه الجي ام سي ريجستريشن. مهم. انما البلاب والزماله يعني ما بنكلمش المستشفى، بتمتحني الامتحانات دي الاول، بعد ما تخلصيها بتقدمي على الجي ام سي ريجستريشن، بعد كده بتاخديها، وبعد كده بتبتدي بقى تشوفي ازاي تقدمي على المستشفيات والحاجات دي كلها. فدي الثلاث طرق اللي هتخليكي تاخدي الرخصه. بعد كده نيجي لك جوب اوفر عن طريق ايه؟ ان انت تابلاي ابلكيشنز، تتواصلي مع مستشفيات، تشوفي الاوفرز اللي بتنزل، تقدمي فيها، تعملي انترفيوز على حسب بقى الاوبورتونيتيز اللي قدامك. جالك حاجه خلاص، يبقى انت كده معاكي الرخصه، معاكي الاوفر، تقدري تيجي انجلترا، تطلعي الفيزا وتشتغلي. فده سيمبلي انجلترا يعني. طب انا عارفة انه بسبب انه ناس كتير دلوقتي ابتدت تفكر في السفر وكله يعني او معظمنا عايز يسافر، فالناس اللي بتقدم اصلا على الجوب اوفرز كتير. مهم. فايه الحاجات اللي المهم اشتغل عليها في السي في بتاعي عشان اقدر اتقبل في مكان كويس؟ كويس خالص. طيب، واحد، في حاجه اسمها بورتفوليو. تمام؟ يعني ايه بورتفوليو؟ بورتفوليو ده هو السي في بس الحاجات العمليه. يعني ايه؟ يعني انا في السي في بكتب انا مش عارف امتحنت كذا وبعرف اعمل كذا ومش عارف وبتكلم كذا والكلام ده كله. البورتفوليو بقى لو انا مثلا شغال في رعايه مركزه مثلا، فانا بعرف اركب انابيب حنجريه مثلا، او بركب سنترال لاين، تمام، وات ايفر انا بعمل ايه. كل مره اعمل حاجه من الحاجات دي بروح اعمل لها دوكيومنتيشن في ايه؟ في البورتفوليو بتاعي. فانا البورتفوليو ده لما بفتحه بشوف انا كام مره ركبت مثلا اي تي تيوب او انبوبه حنجريه، كام مره ركبت سنترال لاين، كام مره عملت الترا ساوند مثلا على حاجه فلانيه، كام مره عملت كذا، كام مره. طبعا باختلاف التخصص، باختلاف الليفل اللي انا فيه، باختلاف، بس اي لو ركبت كانيولا بحطها في البورتفوليو بتاعي. المفروض لو اتكلمت مع الريلاتيف بتاع ايام بطريقه معينه، وضحت له المشكله بطريقه معينه، ده كوميونيكيشن، المفروض ان هو بيتحط في البورتفوليو. انا فاهم ان احنا في مصر مش ستريكت قوي في الموضوع ده، واغلب الناس ما بتبقاش عارفه تعمله ازاي، بس مش صعب ان انا اجيب تمبلت لي اونلاين، وابتدي مهم. ابقى اوير ان انا محتاج اعمل ده، وابتدي ادوكيومنت الحاجات دي، وبعد كده بمضيها من بقى الرئيس القسم، او من السوبرفايزر بتاعي، او من هوافر عنده الاوثوريتي ان هو يأوثورايز حاجه زي كده، والكونتاكتس بتاعته يبقى حد يعني سهل ان الناس تكونتاكت معاه وتتواصل معاه وتساله هل الشخص ده فعلا كان بيعمل الكلام ده، تقول له ولا لا. فده البورتفوليو ببساطه. بعد كده في حاجه اسمها اوديتس، كلينيكال اوديتس. اوديتس دي عباره عن ايه؟ عبارة عن أنا باجي، أنا شغال مثلا في مستشفى أو في اليونت بتاعتي، ببتدي أشوف إزاي أنا ممكن أفيد أو أحسن من الخدمة اللي بتقدم في المكان اللي أنا فيه. فبعمل ده عن طريق إيه؟ عن طريق الأوديت. باجي أشوف مشكلة معينة، بلاقي عندنا مثلا نقص في حاجة معينة، أو في مثلا مشكلة معينة بشوفها بتتكرر بصورة كبيرة، وابتدي أعمل لها أوديت. طبعا الأوديت برضو ممكن أدور عليه وأفهم بيتعمل إزاي، وأشوف الستبس بتاعته، ومن خلال ده أبتدي أطبق الكلام ده، واروح اودت المشكله دي، اشوف المشكله دي بتتكرر قد ايه، طب بتتكرر ليه، طب ايه الحاجات اللي انا متصور انها ممكن لو اتغيرت تحسن من المشكله دي. وابتدي بقى اروح حاطط بلان للامبلمنتيشن بتاعت الاكشن ستيبس اللي في دماغي، علشان اشوف هل هيبقى في تغيير في المشكله دي ولا لا. وبعد كده خلصت كده اول سايكل، ببتدي بعمل بقى ري اوديت، واعمل سايكل تاني عشان اشوف وانالايز الداتا اللي انا جمعتها، عشان اشوف هل فعلا المشكله اللي انا كنت عايز احلها دي اتحلت ولا لا. وهنا الهدف مش انه المشكله 100، يعني مثلا لو انا عملت اوديت ولقيت المشكله بتاعتي ما اتحلتش، هل كده الاوديت بتاعي غلط او وحش؟ لا طبعا، ستيل الداتا دي مهمه، انه المشكله دي ما بتتحلش بالطريقه دي، فانا كده عرفت ان في حاجه، فابتدي اشوف اكشن ستيبس تاني. طبعا ده برضو التصور الايه الجنرال بتاع الاوديت. فزي ما قلت لك، الفكره مش بس ان انا اعالج المشكله، لانه مش بالضروره اعرف اعمل كده، اوكي، لان اغلب الحاجات بتبقى مش سهله، بس ستيل في حاجات بسيطه جدا احنا ممكن نشتغل عليها. الغرض من كل ده ان الناس، او يعني الناس تبقى اوير بالميديكال اوديتس واهميته، وان هو دي حاجه بتحسن مع الوقت البراكتس بتاع المكان اللي الناس شغاله فيه. فلو كل حد بقى يعمل كده، هم هيستفيدوا، والمكان اللي هم شغالين فيه كمان هيستفيد، انه مع الوقت الكواليتي بتاع السيرفيس والخدمه والحاجات اللي بتحصل في المكان ده هتتحسن وتتطور مع الوقت بسبب الناس اللي شغاله فيه. بس المهم ان انا اطلع داتا مفيده، سواء هي انه الاكشنز اللي انا باخدها دي حلت المشكله او لا. في الحالتين دي فايده. دي الاوديتس. بعد كده عندك التريننج بقى، ان الناس او الشخص يفكر ايه المكان اللي انا ممكن اروح اخد فيه تدريب معين،
هتختلف طبعا من كل حد للتاني، باختلاف التخصص، باختلاف المدينة اللي هو فيها، باختلاف كل الكلام ده. في اماكن طبعا ممكن الواحد يعني يقدر ياخد تريننج مدة مثلا صغيرة او مدة معينة فيها يتعلم حاجة معينة. مهم جدا يعمل دوكيومنتيشن للكلام ده، ياخد ريفرنس من الحد اللي كان بيعلمه، ياخد كونتاكتس بتاعته وزي ما قلنا يحط الكلام ده في البورتفوليو بتاعه. كل ده اوفرول بيخلي الواحد عنده يعني competitive edge لما يبتدي يقدم على وظائف زي كده، وان هو طبعا يتعلم حاجات. وطبعا في حاجات بقى نون ميديكال، ان هو بيبقى مطلع على حاجات وعنده سوفت سكيلز تانية، الحاجات دي طبعا بتفيد برضه. بس يعني هنخلي الكلام اغلبه دلوقتي عن الجزء الميديكال يعني. فده سيمبلي الحاجات اللي احنا ممكن نقدر نعملها يعني. بالاخص لو الشخص لسه فريش جراد وما قضاش وقت كبير بعد الكليه. الكلام ده ممكن يتعمل على فكره في امتياز، فانت مش محتاجه ومفيش يعني الشخص مش محتاج ان هو يقعد 10 سنين عشان يعمل الحاجات دي، لا. يعني برضو انا ستيل ما اشتغلش على كل ده في الوقت المظبوط، بس يعني مثلا وانا في السنتر كنت عارف اهميه البورتفوليو، ان انا اجمع الحاجات الكلينيكال اللي انا بعملها، كلينيكال سكيلز. فعملت ده وقت السنتر اوديتس. يعني كنت بحاول اعمل اوديت في الاخر، في اخر المده اللي كنت فيها، خدت خطوات بس ما كملتوش يعني، عشان بعد كده مشيت يعني. مم. فده سيمبلي اللي حصل. عندك الحاجة التانية ريسيرش طبعا مهم جدا، وده ممكن يتعمل من أولى كلية. بالأخص لو احنا بنتكلم على حاجة زي systematic review and meta analysis، فدي حاجة 100% online، مش محتاجة بقى involvement مع عيان، ومش محتاجة الهاسل بتاع بقية الأنواع بتاعة الريسيرش. فالنوع ده من الريسيرش ممكن يتعمل اونلاين. طبعا هو يعني برضه مش بقلل منه ولا بقول ان هو سهل، حاجة علم ومحتاجة دراسة ومحتاجة فهم ومحتاجة وقت علشان تتنفذ، ومحتاجة جروب كبير. يعني بورتفوليو والاوديت ممكن تبقي انت لوحدك فيها. مم. هتاخدي طبعا الناس حواليك هتساعدك، بس في الاخر انت هتكوني الليد. انما في الميتا اناليسيس والسيستميك ريفيو، النوع ده من الريسيرش، بيبقى الشخص جزء من جروب كبير بينفذوا بقى بروجكت معين او ريسيرش معين. وفي الاغلب بياخد وقت زي ما قلنا، بس الميزه انه ممكن نبتدي في اي وقت من واحنا في الكليه. تمام، لو قدرت ادور كويس اونلاين على فيسبوك بالاخص على جروبس معينه، هوصل لناس شغاله على البروجكتس دي، وناس كتير بتريكروت الشباب الصغير اللي حتى ايفن ما عندهمش اكسبيرينس، ودي ما بتبقاش مشكله كبيره بالنسبه لهم، ان هم بيعلموهم الاساسيات. والاساسيات مش صعب تعلمها يعني، هي كده كده الفيديوز موجوده كلها على اليوتيوب، واي حد ممكن يتعلمها في مده زمنيه معينه يعني، على حسب قد ايه. وبعد كده يبتدي يعمل كده. فده كتير بيدي يعني تقل للسي في واهميه وبيفرق يعني مع الشخص اللي بيحاول يحسن من السي في بتاعه والبورتفوليو والشانسز بتاعته ان هو يجيله opportunities كويسه. طب نرجع بقى تاني للمعادلات. هو تقديرنا في الكلية هل بيحدد ان احنا هننجح في المعادلات دي ولا لأ؟ يعني عموما مسيرتنا في الكلية هل بتحدد ده ولا لأ؟ وكمان ايه الحاجات اللي تساعدنا ان احنا ننجح فيها اصلا او تسهل علينا الدنيا يعني؟ اوكي. طيب جبت السؤال الاولاني، لا طبعا زيرو نهائي. اوكي. وبالعكس اوكي. هو يعني كتير بيحصل العكس. تمام. هو طبعا احنا بنقعد في الكلية مدة زمنية كفاية انها تخلينا مقتنعين ان الكلية كل حاجة، او الكلية اهم حاجة، او الكلية اكبر حاجة. وده مش حقيقي خالص. تقديرات الكلية ملهاش اي علاقة بالمستوى العلمي بتاع الشخص، او مستوى الاجتهاد العلمي بتاع الشخص اللي ممكن يعمله في المعادلات. وده لكذا سبب يعني، اهمهم انه الامتحانات بتاعت المعادلات الاستراكشر بتاعها مختلف تماما عن امتحانات الكليه، او من اغلب امتحانات الكليه يعني. بالعكس يعني، انا مش عارف، بحس انه الناس اللي ما كانتش حلوه قوي في امتحانات الكليه بتبقى حلوه في امتحانات اللي هي بره الكليه يعني. يمكن عشان زي ما بقولك يعني طريقه الامتحان والطريقه المطلوبه للمذاكره بتبقى مختلفه يعني. فده اجابه السؤال الاولاني، ازاي نعمل ده وازاي نحقق ده. اولا محتاجين نحضر بدري الصراحه، دي حاجه كويسه. لو انا عارف او متصور او انا عايز امتحن امتحان معين، ف the sooner the better طبعا. ما استناش، مفيش حاجه اسمها اخلص كليه لا طبعا. ممكن نعمل كده في الكليه على حسب برضو الامتحانات. في امتحانات ممكن امتحنها وانا في الكليه، في امتحانات لا. فيعني هنرجع لبوينت 1، السيتويشنال awareness، ابقى عارف ايه اللي انا عايزه، وابقى عارف ايه الاوبشنز اللي بالنسبه لي، وبناء عليه اقرر. فخلاص انا لو عرفت قدامي ان انا امتحن الامتحان ده، ما اوقفش بقى الخوف اللي عندي، او ان انا
اجل الخطوه، او ان انا اقول لما اخلص كذا هبقى اعمل كذا. لا طبعا مهم جدا ان انا ابتدي في اقرب وقت ممكن، provided ان انا خلاص عندي قرار وعندي معطيات معينه كافيه ان انا اخد القرار ده. طيب الحاجه التانية ان انا بعرف انه نجاح الامتحان فاكتور مهم قوي فيه ان انا ابقى فاهم الامتحان ده عباره عن ايه. وهنا ما اقصدش علميا الكونتنت بتاعه شكله عامل ازاي، اقصد الاستراكشر بتاع الامتحان عامل ازاي. لانه في ناس بتعرف تنجح في الامتحان، وفي ناس بتبقى فاكره انه مذاكره الامتحان غرض منها ان انا ابقى اجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات. بس ده مش اللي بيحصل. لما امتحن امتحان معين اكيد انا بستفيد، يعني اكيد النولج اللي انا باخده اكيد بيفرق معايا، وده حصل يعني على اي امتحان امتحنته اكيد فرق معايا في البراكتس وفي الكونتنت العلمي الطبي عموما. بس هرجع لنقطة مهمة، لو انا مش عارف اعدي الامتحان ازاي هستراجل، فاهمة ازاي؟ وهفضل مم. ابذل مجهود اكبر ممكن في طريق مختلف. فور اكزامبل مثلا امتحانات بتاعه الزمالة، هي اغلب الجزء الثيوري بتاعها النظري بتاعها هي كلها ام سي كيو، وبيبقى فيه كيو بانكس مثلا كتير. ما ينفعش اروح سايب كل ده وافتح تكست بوك، ولا اذاكر من مش عارف كتب الكليه، ولا اذاكر من مش عارف كتاب عامل ازاي، لمجرد ان انا مم. حاسس ان انا محتاج اجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات. ده اكشلي في الاغلب بيقف ضدي في الامتحان بقى. المفروض اعمله زي ما قلت لك، اشوف الامتحان ده الستراكشر بتاعه عامل ازاي، وبناء عليه اذاكر له بالطريقه بتاعته. فالامتحان ده مثلا مم. ام سي كيو او مالتيبل تشويس وليه كيو بانك، انا ببتدي هنا. وطبعا في فرق كبير ان انا اكون بذاكر مم. لنفسي عشان انا اعرف معلومه جديده تساعدني في البراكتس بتاعي، وان انا بذاكر عشان انجح في الامتحان ده. وده مهم. في امتحانات كتير باس اور فيل، فاللي بينجح على درجه زي اللي بينجح على 100%. ف مم. it doesn't make مم. sense ان انا يعني احط مجهود كبير قوي قوي قوي. ستيل انا عارف هيفيد في العموم، اوكي، بس relatively مش في كل وقت هعرف اعمل ده، فمحتاج ابقى سمارت لما هياخد انا. منك وقت كتير. طبعا. ماشي. مم. واوقات كتير ده بيجي ضدي، بمعنى انه لو انا بذاكر بطريقه غير طريقه الامتحان وفرحان ان انا عايز مش عارف ازود علم والكلام ده كله، هاجي ابص انه هستراجل في الامتحان نفسه. مم. فمحتاج اذاكر بالاستراكشر بتاع الامتحان، افهم الامتحان ده بيجي ازاي، هو عباره عن ايه، الوقت بتاعه قد ايه، ايه الانفايرمنت بتاعته، اونلاين ولا اوفلاين، الورقه شكلها عامل ايه. في حاجات كده تكنيكال محتاج اركز فيها، طبعا مع مذاكره الكونتنت نفسه او الماده العلميه بتاعه الامتحان. بس يعني الحاجات بتاعه الكونتنت العلمي ده يبقى structured around التكنيكال بارت بتاع الامتحان، ابقى فاهمه كويس. ودي مم. يعني اعتقد اسهل طريقه ان الواحد يعني ايه ان شاء الله يتوفق في الامتحان يعني. وهنا أقدر أقول لكم إن الجزء الأول من الحلقة دي خلص، بس لسه في كلام تاني كتير، فاستنوا الجزء التاني في الحلقة الجاية إن شاء الله من راندملي. ودايما ممتنة لرأيكم ودعمكم، فلو عجبتكم الحلقة واستفدتوا منها اعملوا لها شير عشان ده بيساعدنا نوصل لناس أكتر. شكرا إنكم هنا وشكرا إنكم استمعتوا للآخر. ما تنسوش تدعوا لأهلنا في فلسطين وسوريا والسودان وكل مكان، وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية.